الحيادية والدبلوماسية بتحرق دم كل النرجسيين، سواء أهل النرجسي أو النرجس. دي نقطة. النقطة التانية هي حاجة مهمة جدا، ولكن هي سلاح ذو حدين. انك انتي الحاجات اللي انت بتقدميها، سواء فاكهه سواء حلويات، من قبل ما الناس تيجي الحاجات دي تبقى متفرغه اوريدي في اطباق متغطيه بكليننج فيلم وفي التلاجة، بحيث انك انت انك انت بتطلعيها من التلاجة تحطيها في صينيه وبتقدمي على طول، او بتخلي حد من ولادك يطلعها من التلاجة ويحطها في صينيه ويجي يقدمها. المهم ما تسيبيش فرصه لاهل النرجسي ان هم يبقوا معاه لوحديهم. فهمتي؟ دي نقطة. النقطة التانية، السلاح التاني برضو موضوع انك انت ما قمتيش خالص، ما تبقيش انت قايمه بتجري وقايمه تعبانه وبتحاولي انك انت عايزه تقدمي كذا حاجه ويقولوا له ايه دي سايبانه. فاهمه؟ فانت كده ما سبتهمش خالص. من ناحيه انت كده مهتمه بيهم ومش هيقدروا يقولوا له دي سايبانه. تاني حاجه ما يبقاش في فرصه ان هم يزنوا في دماغ النرجسي ضدك. خلاص. واخيرا وليس اخرا، وهم ماشيين او انت ماشيه من عندهم، يبقى معاكي بونبون، توفي، ملبس نعناع، اي حاجه. ابعدي عن الشوكليت عشان ما فيش حد ايه يحرجك ويقولك لا اصل انا الشوكليت غلط عليا، لا اصل انا عامله دايت، لا خلينا ايه بونبون وتوفي. كل واحد اديله في ايده بونبون وتوفي وانت بتسلمي عليهم وهم ماشيين. دي بتبقى حركه شيك قوي، بتدي انطباع حلو جدا عليكي، وبيحسس الناس اللي داخلين لك انك انت ست راقيه وانك انت ست محترمه، وانعكاس راقي وجميل جدا لشخصك الكريم. تمام. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب كل سنه واحنا دايما دايما يا رب في طاعه ربنا يا رب، اللهم امين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.